النهارده هنتكلم على الكاركتر ريفرنس، ودي الامكانيه اللي اقدر عن طريقها نفس الكاركتر اكرره في اكتر من سين. البروم دي هحطها لتشات جي بي تي عشان تطلع لي 4 مشاهد لنفس الكاركتر. اول حاجه هقول له suppose we want to create a cartoon style character with the following specs. ولد عنده 10 سنين, a boy of 10 years old, wearing green t-shirt and blue shorts. Imagine 4 scenes. عايز 4 مشاهد containing this character like eating breakfast, in the classroom, playing football, studying. Write the prompt that generates the character itself. أول حاجة عايز prompt للكاركتر نفسه, يبقى أول حاجة بكون الكاركتر عشان أخليه character reference بعد كده. Write simple short prompts. اكتب prompts بسيطة وقصيرة that generate these scenes, اللي هي السينز دي. تعالى ناخد الكلام ده ونحطه لتشات جي بي تي. هعمل بيست وادوس انتر. دي البرومبت عشان الكاركتر نفسه. هو بيكتب بالتفصيل قوي, انا ممكن اخد بس اول سطرين. ودي الاربع مشاهد. تعالى بقى دلوقتي نروح لميدجورني. هناخد اول حاجة الكاركتر نفسه, هاخد بس اول سطرين, مش مهم التفاصيل الزيادة اللي هو واثق من نفسه مثلا وهكذا, مش مهم ده دلوقتي. وتعالى نروح لميدجورني. بالنسبة لميدجورني هجرب الاول على السايت واشوف بعملها ازاي. هاجي هنا واقول له جنريت دلوقتي الكاركتر نفسه, وهخليه هنا بورتريت, وتعالى ندوس انتر. وده اول مشهد عندي, هاخده كوبي كده وهو بيفطر, وهرجع تاني للسايت. ممكن اختار اي كاركتر منهم. تعالى نختار مثلا ده. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هحط الاول السين, تمام, وهظبطه يكون لاندسكيب. دي تاني خطوة. وتالت خطوة هعمل كاركتر ريفرنس. باخد الصورة دي دراج دروب, احطها هنا. عندي 3 اوبشنز. ده زاد من اسبوع تقريبا, اللي هو الكاركتر ريفرنس, وهنا ستايل ريفرنس, وهنا الايمج برومبت او ايمج ريفرنس. هختار هنا الكاركتر ريفرنس, وهنا المفروض بيتكلم عن الطفل ده, بس انا محتاج اوصفه زي المشهد هنا. يعني هرجع تاني هنا واخد دي, هاخد ده كده, وارجع تاني كلمة باي دي هخليها كده, وحطيت هنا الكاركتر ريفرنس. هدوس انتر. وتعالى ناخد الصورة التانية وهو في الكلاس روم, واعمل بيست. هاخد نفس الديسكريبشن. تعالي هنا برضو, واخد نفس الولد ده, احطه هنا كاركتر ريفرنس, وادوس انتر. تالت واحد نفس الكلام, ناخد نفس الوصف عشان بس ايه يديله نفس السن. دي بس زيادة في تأكيد. وهنا هاخد نفس الطفل ده واخليه كاركتر ريفرنس, وادوس انتر. بعد كده وهو بيلعب, وادوس انتر. واخر حاجة وهو بيذاكر. خلينا ناخد كل ده وناخد وصف الطفل وندوس انتر. تعال نبص كده في المشاهد اللي طلعت. لو تلاحظ بص قريب جدا من الطفل ده اهو, نفس العين, نفس الشعر, نفس الكلام. اللي ضاع هنا جه على شعره. تعال نبص هنا, نفس الطفل اهو, ده الريفرنس بتاعي. وهنا هنا انا نسيت احطه كاركتر ريفرنس في الاتنين دول. هعيدهم تاني في المشهدين دول. نشيلهم, هعمله هايد, وارجع تاني اخد البرومبت بتاعت الفوتبول واحطها هنا
واخد هنا description بتاعه، واخده تاني واخليه character reference وادوس enter. واخر واحد وهو بيذاكر وادوس enter. هاخده برضو، كنت هنسى character reference وادوس enter. هنا بيلعب كورة، ممتاز جدا، ممتاز جدا جدا. وهنا وهو بيذاكر بالليل، حلو جدا. دي الامكانيه اللي تديني الابيليتي ان انا اعمل قصه لنفس الريفرنس. الاول بعمل الكاركتر وبعدين بخليه كاركتر ريفرنس. ده عملناه في السايت. في الابلكيشن بعمله ازاي؟ تعالى كده هنا، انا الصوره دي خدتها، لو دوست هنا اقدر انزلها داونلود. دي اول حاجه. بعد كده باجي الابلكيشن وباخد صوره الولد وبدوس انتر. هعمل مشهد واحد بس ومنه هتعرف بقيه المشاهد. هاجي عند اول سين هنا واخد وهو بيفطر، اقول له imagine البرومبت، واحط الوصف بتاعه برضو. واجي هنا اقول له دبل داش كاركتر ريفرنس سي ريف، وبعدين اخد هنا اجيب هنا كوبي من اليو ار ال، كوبي لينك، واحطه هنا. هدوس انتر. بعد كده نسيت احط الاسبكت ريشيو، تعالى ناخدها تاني. هاخد دي كوبي، imagine، عملت بيست وازود الاسبكت ريشيو 16:9. هنا هيعمله سكوير وهنا هيعمله 16:9. نفس الكاركتر هنا طالع في الاربع صور. طبعا نحطهم جنب بعض، يبقى ده الكاركتر الاساسي بتاعنا. والصورة دي لما استخدمته في مشهد تاني وهو بيفطر. تعالى كده نشوف المشهد تاني. هنلاحظ برضو نفس الوش ده هو نفسه ده، قريب جدا من هنا. هنا نفس الكلام وهنا قريب قوي. كده عرفنا ازاي اعمل كاركتر ريفرنس عن طريق السايت وعن طريق الديسكورد. بكده تقدر تكريت كاركتر الاول وتعمل عن طريقه قصة. اشوفكم الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.